السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، مرحبا بكم معايا في قناة وصفات تينا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنشارك معكم هاد الشكيلات اللوز كيجيو رائعين في الشكل وهائلين في المذاق. غنحضرهم معكم بطريقة جد مبسطة ومع التوضيح لجميع التفاصيل للمبتدئات، وحتى السيدات اللي ما كتزعمش على هاد النوع ديال الحلوى من بعد ما تشوفي هاد الفيديو اكيد غادي تشجعي اكثر وتشري على الاقل غير نصف كيلو ديال اللوز وتحاولي تمرني على هاد الشكيلات، لا سيما ان اللوز دابا تقريبا راه ما بين 63 حتى ل 65 درهم من الكيلو. من بعد ما تجربيهم وتمرني عليهم اكيد غادي تولي هكا الحرفه في يديك وتولي تشدي بهم لي كوموند، علاش لا؟ فتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير واكيد غادي ينال اعجابكم. ونبداو بسم الله في طريقه التحضير مباشره. فغنحتاجوا المكون الرئيسي اللي هو اللوز اللي ضعته في الماء طايب، يعني خليت الماء حتى غلى مزيان، وعاد وضعت فيه الكميه ديال اللوز اللي عندي. تقريبا هنا عندي 2 كيلو ديال اللوز، خليته في الماء لمده ديال 20 دقيقه تقريبا باش كيرطب اللوز. من بعد كنبدا كنزولي القشره، وباش نربح شويه الوقت على الطريقه المعتاده ديال اننا نقشرو حبه بحبه، كناخذ منديل بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، نوضع فيه كميه من اللوز ونغطيها ونبقى كنمعك فيه حتى كيتزول القشره ديالو بهذا الشكل هذا. صافي كنبقى كنستمر كنزول كناخذ ديك الحبات ديال اللوز اللي ولاو اللي تقشروا، ونبقى كنستمر كنزيد اللوز حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. فبهذه الطريقه احبائي اكيد غادي تربحوا الوقت، لا سيما الا كانت عندكم كميه كثيره ديال اللوز. وما ديروش بالكم مع الكميه اللي انا درت، راه كتبقى على حسب كل واحد. انا درت 2 كيلو، ممكن ديروا غير نصف كيلو ديال اللوز تشكل لكم هاد الشكيلات ديال اللوز كامله. من بعد ما قشرت اللوز كامل اللي عندي فرشته فوق الطبله وخليت الطبله قدام السرج مفتوح لمده ديال ساعه تقريبا باش كينشف. من بعد غنجمعو ونضيف ليه 800 غرام ديال السكر سنيده وقطرات من الروح الزهر، تقريبا معلقه صغيره ديال روح الزهر، وغادي نطحنو. انا هنا ما نطحنوش في الدار، غادي نديه للعطار باش يطحنوا ليا، وعاد نلتحقوا ان شاء الله لباقي المراحل. وهذا هو الشكل ديال اللوز من بعد ما كيتطحن مع سنيده، كيجي بهذا الشكل هذا. ممكن اننا نحربلوه بلا ما نضيفوا ليه لا زبده لا حتى شي حاجه، لكن باش نحافظوا على الطراوه ديال اللوز من بعد ما كتيبس هكا العجينه ليله كامله وعاد الغد ليه كنطيبوها، ضروري من اننا نضيفوا الزبده. بالنسبه للكميه ديال الزبده عندي 80 غرام ديال الزبده في 2 كيلو ديال اللوز. الا كان عندكم 100 كيلو ولا نص كيلو، يعني كيلو فيه 40 غرام ديال الزبده ونص كيلو فيه 20 غرام ديال الزبده. انا هنا حيت عندي الزبده شويه شاده راسها، حيت عارفين ان الجو دابا بارد، ولو انني كنت مخرجاها من الثلاجه. غادي نضيف هاد الكميه كامله ديال الزبده اللي هي 80 غرام ونحاول نمعكها في سطح العمل، نعطيها واحد شويه ديال الخدمه باش كتسلك معايا مزيان وتعطيني الطعم اللي كنبغيها كنكورها. فبالنسبه للكميه ديال السكر السنيده اللي درت في العقده راه تقريبا 400 غرام، كيف ما قلت لكم 800 غرام في 2 كيلو، يعني 400 غرام في الكيلو. من الاحسن اننا ما نديروش الكميه ديال اللوز نصف ديالها السكر السنيده باش ما تجيناش حلوه. ولا سيما الا حبيتو تلمعوها بحال كي غنلمعها انا بالناباج من بعد ما غطيب. وهذا هو القوام ديال العقده اللي خصنا نحصلوا عليه. غادي نوضعها في بلاستيكه باش ما كيتنشفش وندوزو مع بعض لتحضير العجينه. فبالنسبه للعجين غنحتاجوا نصف كيلو ديال الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات، القليل من الملح تقريبا ربع ملعقه ديال الملحه، و40 غرام ديال الزبده اللي تقريبا هكا معلقه ونصف ديال الزبده. غنحتاجوا البيضه كامله اللي تكون صغيره الحجم ديالها، الا ما كانتش صغيره كنضيفوا غير نصف بيضه. غنحتاجوا كذلك معلقه كبيره ديال العسل والماء الزهر للعجين. فاول حاجه غادي نوضع الزبده والملحه في الدقيق ونحاول هكا نمعكهم مزيان حتى كيتلبس هذا الدقيق بالزبده، وعاد نضيف نصف بيضه. بالنسبه للبيض كيف ما قلت لكم الا كانت عندكم بيضه صغيره ضيفوها كامله، انا حيت عندي كبيره ضفت غير نصف بيضه. ونضيف معلقه ديال العسل، ممكن تعوضوها بمعلقه ديال السكر الثقيل. ومن بعد كنبدا نضيف شويه بشويه الماء الزهر حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون قاصحه. انا هنا خدت لي العجينه ما بين كاس حتى الكاس وربع ديال الماء الزهر. ممكن تاخذ لكم كتر، ممكن تاخذ لكم قل، يعني كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. ونحاول ما امكن نضيفوا غير شويه بشويه باش نحصلوا على العجينه اللي بغينا، اولا نحصلوا على القوام اللي بغينا في العجينه. يعني نحاولوا ما امكن نخليوها قاصحه شويه، حيت ديجا غادي نخليوها نصف ساعه كتطلق. من بعد عاد نبداو نخدموا بها شويه بشويه، يلاه كتزيد كتطلق اكثر باش ما تعذبناش في الخدمه. ولا سيما انني غادي نطلق العجينه بالماكينه ديال الشباكيه، يعني من الاحسن انها تكون قاصحه شويه باش ملي كنطلقها ما تلصقش ليا العجينه في الماكينه. هذا هو القوام ديال العجينه كيف ما قلت لكم، خصها ضروري ما انها تكون قاصحه. غادي ندلكها واحد شويه لمده ديال 2 دقائق تقريبا. ممكن نتفاداو اننا ندلكوها مباشره، نوضعها في بلاستيكه ونخليها لمده ديال نصف ساعه كتطلق حتى لساعه.
يعني على حسب الا كنتو هكا مسروعين بها دلكوها واحد شويه وعاد تزيدو خليوها في بلاستيكه باش كتزيد كتدلك اكثر. والوقت اللي خليت العجينه كتطلق غندوزو باش نشكلو من العقده ديال اللوز كويرات. ونبداو بالشكل الاول اللي هو كعب غزال. غادي نشكل من عقده اللوز كويرات بنفس القد، من بعد غادي نحاول نحلبلهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا باش كنضمن كل كعبه غتكون عندها نفس القياس ديال عقده اللوز. وهذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما ارتاحت لمده ديال 30 دقيقه. كيف ما كتشوفوا معايا راها طابت، ما بقاتش قاصحه كيف كان في الاول. غادي ناخذ منها كويره صغيره وما تبقى غادي نرجعوا للبلاستيكه باش ما كتنشفش العجينه. نفس الشيء بالنسبه للعقده ديال اللوز، من بعد ما شكلتها اصابع غطيتها بالبلاستيكه باش ما كتيبسش. غادي نبسط العجينه باستعانه بالدقيق والمدلك حتى نشكلها على شكل مستطيل. من بعد عاد غادي ندوزها في الماكينه وغنبقى ندوزها بالتدريج، يعني غندوزها على رقم 2 من بعد رقم 4 ومن بعد كندوزها في رقم 6 باش كنحصل على واحد العجينه اللي تكون رقيقه تقريبا كيولي يبان لينا سطح العمل. ودائما كنبقى نستعين بالدقيق باش ما كتلتصقش ليا العجينه. من بعد ما كنطلق العجينه على السمك رقم 6 اللي هو سمك رقيق، غادي ندهن سطح العمل بزيت المائده وعاد نوضع لهاد العجينه باش كتبقى رطبه وما كتنشفش بسرعه وانا كنخدم بها. كنوضع فيها عقده اللوز اللي شكلتها صبيعات وكنخليهم هكا متفرقين واحد شويه. كنولي نرد عليهم العجينه بحال غادي نغطيهم، من بعد كنحاول نزول منهم الهواء اللي كيكون فيهم ونشكلهم على شكل كعب غزال بهذه الطريقه هذه. يعني كنضيق الجوانب وكنخلي العقده غليظه في الوسط. من بعد عاد كنرفعها للفوق باش كنعطيها واحد الفوليوم اولا كنعطيها واحد العلو زوين لهاد الكعبه. وكل ما كانت الكعبه معليه كل ما كانت زوينه. صافي من بعد كنحاول نتخلص من ديك العجينه اللي كتكون هكا في الجوانب، ما نخليهاش غليظه ونقطعها بالجرار. وملي نكونوا كنشكلوا هاد الكعبه ضروري ما اننا نبقاو رادين بالنا مع العلو ديال الكعبه ومع التقويصه ديال الكعبه باش كيجيونا كلهم بحال بحال. ممكن نكتفيو بهذا الشكل هذا كيف ما يمكن لنا اننا نقشوهم. بالنسبه لي فضلت انني نقشهم. غادي ناخذ المنقاش اللي كيكون بلا وغادي ناخذ هكا نستعين بالدقيق ونبقى هكا نقش الكعبه ديالي في اتجاه واحد على شكل مائل، من بعد نرجع بالاتجاه المعاكس على شكل مائل دائما. وكنبقى دائما كنستعين بالدقيق باش ما كتقطعش ليا العجينه وما كتلصقش ليا في المنقاش. من بعد ملي كنقشها كتعوج واحد شويه، يعني كنوضعها عاوتاني في سطح العمل ونحاول نشكلها نعطيها الشكل اللي عطيتها في الاول قبل ما نقشها. ممكن تكتفيو بهذا الديكور ديال النقش اللي عطيتها. كيف ما يمكن لكم تضيفوا حتى هذا النقش هذا اللي من الفوق كيزيد كيعلي شويه الكعبه وكتعطيها واحد الشكل اللي زوين. كنتمنى نكون عطيتكم جميع التفاصيل باش تشكلوا الكعب غزال. كيجي هذا هو الشكل ديال الكعبه من بعد ما كنقشها من الفوق ومن الجوانب. كنخليها المده ديال ليله كامله كتيبس وعاد من بعد كنطيبها. اما الشكل الثاني ديال الحلوه فغنشكل من عقده اللوز عصيات بهذا الشكل هذا، نوضعها في وسط من العجين اللي بسطته على رقم 6 في الماكينه. من بعد غادي غير نلف عليها العجينه بلا ما نضوب العجينه، يعني بلا ما نعاود نتني العجينه ونقطع بالموس. وضروري ما نقرص العجينه باش كتلصق هكا العجينه على العقده، وعاد كنقطعها بالموس على شكل سيجار بهذه الطريقه هذه. يعني كناخذ هكا العبار ديال السيجار واحد وتنبقاو هكا مستمرين حتى كنكملوا العصيات كاملين اللي عندنا. وقبل ما كتيبس العجينه اون فوا كنساليو هكا العصايه الاولى كنلفوها على العجينه ونقطعوها على شكل سيجار. كناخذوا هكا منقاش كنخليو هكا التنيه ديال السيجار من الاسفل ونحاول هكا نقشها من الوجه ديالها بهذا الشكل هذا. ودائما كنبقاو هكا مستعنين بالدقيق باش ما كتلصقش لينا العجينه في المنقاش وتخسر لينا هكا النقش اللي غادي نقشوه. وهذا هو الشكل ديال السيجار من بعد ما كنقشو كيجي بهذا الشكل هذا. كيجي المنظر ديالها زوين من بعد ما كتنقش. غادي نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي وندوزو مع بعض الشكل الثالث اللي هو شكل الوريضه. فهاد الشكل حتى هو اسهل منه ما كاين، يكفي اننا نشكلو من عقده اللوز كويرات صغار يعني قد القياس ديال الكعبه. من بعد كنشكلو من العجينه دوائر بالاستعانه بالكاس اولا الاطار اللي كيكون هكا تيتباع. من بعد ناخذ هكا العجينه ونوضع وسط منها العقده اللوز ونلفها كيف ما شفتوا معايا في الصوره. صافي من بعد كنعطيها شكل وريضه بالاستعانه بهذا المنقاش هذا اللي كيكون مقوس، ماشي المنقاش اللي استعملته للكعبه. بالنسبه للطريقه ديال تشكيل الورده كناخذ هكا الحبه ديال الحلوه كنخلي التنيه ديال العجينه من الاسفل
وكنوضع هكا الابهام ديالي من الفوق ديال الحلوه. من بعد كنبقى نقش بهذا الشكل هذا، يعني نحاول هكا نقلص العجينه من الجوانب بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. ودائما قوس ديال المنقاش كنخليه هكا كيشوف الفوق باش كتجينا وريده مفتحه. صافي في الوسط كنوضعوا عقيقه كيف ما يمكن لكم توضعوا غير هكا اللوزه، يعني على حسب كل واحد كيبغى يزينها. وهذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي بحال الوريده هكا مفتحه. غادي نوضع فيها عقيقه في الوسط وعاد نخليها تيبس، وندوزو مع بعض للشكل الرابع والاخير. غادي نشكل من عقده اللوز كويرات بنفس القد، من بعد عاد نشكلهم على شكل كورني كيف ما درنا بالنسبه للكعب غزال، باش كنضمن جميع الحبات يجيونا في قياس واحد. من بعد كناخذ العقده ديال اللوز كنوضعها في الدائره ديال العجينه، ونلف عليها العجينه بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. كنحاول هكا فيما كانت هكا العقده باقا تتبان نحاول نغطيها بالعجينه. من بعد كناخذ هكا المنقاش، ودائما كنبقى نستعنى بالدقيق باش ما كتلصقش ليا العجينه في المنقاش، وكنقشها بحال كنقسم هكا الكورني على زوج. من بعد كنولي نعطيها الشكل ديال السبوله. بهاد الكيفيه هادي كيف ما كتشوفوا معايا راها الصراحه سهله، وما كاينش شي شكيل هكا هنا في هاد الشكيلات اللي صعاب اولا اللي كيشدوا الوقت بزاف. صافي كنبقاو هكا مستمرين حتى كنكملوا الحلوه اللي بقات ليا. غادي نخليها حتى كتيبس لمده ليله كامله، وعاد من بعد نطيبها. من بعد ما خليت الحلوه كلها كتنشف لمده ديال ليله كامله، خليت الفران حتى سخن مزيان. غادي نخليه على نار اللي تكون مهيله، وندخل الحلوه كطيب حتى كتبيض واحد شويه، يعني نحاول ما امكن ما نخليهاش كتحمر. وقبل ما ندخل الحلوه ضروري ما انني نثقب هكا الكعبه بالاستعانه بالكوردون باش ما كتنفخش ليا. اما باقي الشكيلات راهم ديجا منقوشين، يعني ما غاديش يتنفخوا. وهذا هو الشكل ديال الحلوه من بعد ما كطيب. غناخذ الناباج ندهن كل من الكعب غزال والورده، وندخلها للفران اللي يكون سخون وطافي، يعني يكون ديجا سخنا الفران وطفيناه. كندخل ليه هاد الحلوه اللي دهنتها بالناباج باش كتشمع ونخرجها. اما بالنسبه لباقي الشكيلات بالنسبه للسيجار والكورني غادي ندهنها حتى هي بالناباج، والجوانب نزينهم باللوز مهرمش بهذه الكيفيه دي كيف ما كتشوفوا معايا. صافي ندخلها الفران حتى هي اللي يكون سخون وطافي، نخليها حتى كتشمع باش كتكتسب ديك اللمعان ديال الناباج ونخرجها. وكانوا هادو هما الشكيلات اللي شاركت معكم فيما يخص بعض حلويات اللوز. كنتمنى نكون عطيتكم جميع التفاصيل اللي تحتاجوهم في تحضيرها. ما تبخلوش عليا بدعوات الخير، وما تنساوش تخليو لي واحد الجيم وتعليق حول الفيديو. وإلا كنتوا اول مره تشوفوا القناه المرجو انكم تشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وبصحه والراحه الى فيديو جديد ان كان في العمر بقيه.